قال إن شابا قدم لمغسلة الموتى حتى يقلب ويغسل ويقدم للمسلمين، فعرفه المغسل، قال هذا فلان ابن فلان؟ قالوا نعم. قال إني لا أغسله. لماذا؟ قال أعرفه، وهو من أبناء جيراني، هذا لا يركع ركعة ولا يصلي مع الجماعة، وأمه تشتكي منه، وهو رجل سوء وشر، أنا لا أغسله. ابحثوا له عن مغسل. أتى والده ووقف خارج مغسلة الموتى ويبكي، غسلوه. قالوا المغسل رفض، ولكنهم أرادوا أن يستأنسوا بالفتوى. اتصلوا على دار الإفتاء في زمن الإمام عبد العزيز بن عبد الله بن باز، أخذ الهاتف فهاتف الأب: هل ابنك يصلي؟ فبكى الأب فقال: والله لا أكذب على الله، لا والله يا شيخ ما يصلي، والله يا شيخ ما يصلي باليوم واليومين، وإن صلى معنا أحيانا أعرف أنه على غير طهارة، لكن ماذا أصنع؟ الفتوى: خذ ابنك وارحل به عن المسلمين، لا تغشهم بتغسيله ولا بتقديمه للصلاة عليه، اذهب به ولا بالقبر فلا يقبر مع المسلمين، اذهب له في صحراء بعيدة وواره كالجيفة وأبعده عن الناس.